الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. حياكم الله. حديثنا بإذن الله في هذه الحلقة عن بعض الفضائل في رمضان والصيام ومسائل الصيام في رمضان بإذن الله. بداية شيخنا، من فضائل شهر رمضان والصيام أنه يكون شفيعا له يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ما هي نوع هذه الشفاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما تفضلت، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبهما، فيقول الصيام: اللهم إني قد حرمته النوم حرمته النوم، فيقول القرآن: حرمته النوم من أجل القيام وكذا فشفعني فيه. ويقول الصيام: اللهم حرمته من شهواته من أكل وشرب وكذا فشفعني فيه. فمعروف طبعا مسألة الشفاعة هي في اللغة تعني الوساطة، والشفيع هو الوسيط. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسول ما يشاء، أي تحركوا، كونوا وسطاء خير في أمور الناس في حاجاتها. بالنسبة لموضوع الشفاعة يوم القيامة، طبعا القرآن يثبت أن الشفاعة لله جميعا مطلقا، يعني الشفاعة في مبتدئها ومنتهاها بيد الله سبحانه وتعالى، ذلك أنه لا يشفع شفيع بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يكون هنالك مشفوع له أيضا إلا برضا من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أمر الشفاعة فيه جانب التكريم للإنسان الشفيع. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جعل له شفاعة كبرى يوم القيامة، وأظهر ميزته وأظهر فضيلته عليه الصلاة والسلام، وكذلك بقية الناس. فالشفاعة من حيث هي ثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى الشفاعات الأخرى كلها شفاعات لمخلوقات. صحيح. يعني النبي يشفع، والصالحون كذلك يشفعون، والشهداء يشفعون، كل من أهل الخير يشفعون لذويهم أو لمن يحبون، يعني ممن أذن الله سبحانه وتعالى لهم. لكن هنا الحديث يكون الشفيع هنا القرآن ليس مخلوقا بطبيعة الحال، والصيام كذلك. الصيام قد يكون مخلوقا، لكن بالنسبة أو عملا صالح، والله خلقكم وما تعملون. فالشاهد هنا جمع ما بين القرآن الذي هو ليس مخلوقا، وما بين الصيام الذي هو عمل صالح، ومن مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وفعل إنساني. فجمع الله سبحانه بين الأمرين وجعلهما شفعاء. وهنا الشفاعة شفاعة حقيقية، وليس الشفاعة كما ذهب البعض أنها شفاعة مجازية، لا، شفاعة حقيقية، بدليل أنهم يقولون يتكلمون أمام الله سبحانه وتعالى. فهي شفاعة على كل، يشفعون لأصحابهم، يكونوا يعني وسطاء، يكونوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لفلان أو أن يرحم فلان أو أن يعتق فلان، وهكذا. وهذه ثابتة طبعا بهذا الحديث الذي ذكرته. بارك الله فيك شيخنا. ومن الفضائل أيضا شيخنا أن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. كيف ممكن أن يكون الإنسان منهم بداية؟ والمقصود من كلمة العتق أنه يعني ما يدخل من ضمن يعني يدخل الجنة بدون حساب أو عذاب. موضوع العتق يعني لله سبحانه وتعالى عتقاء في كل ليلة، لله سبحانه الصحيح أنه عتقاء في كل ليلة. واليوم الأخير من رمضان يعني في زيادة في الحديث، لكن هذه الزيادة لم تثبت أن الله سبحانه وتعالى في اليوم الأخير يعتق بحجم ما اعتقه طوال شهر. هذه الزيادة لم تثبت، لكن لله سبحانه وتعالى عتقاء في كل ليلة.
العتق فوق المغفرة. العتق من النار فوق المغفرة، بمعنى أن الإنسان الذي يغفر له الذنب إذا استغفر أو تاب أو يستغفر ويتوب ويقلع فيغفر الله سبحانه ذنبه. لكن قد يعود مرة أخرى، قد تستغفر من ذنب وتتوب منه ثم تعود، وهكذا تتوب ثم تعود. العتق فوق ذلك هو أعلى درجات الحماية من النار والعتق من النار، أو عدم دخول النار. ففيها عدم دخول النار ابتداء، عندما يقال أن فلان اعتق من النار أنه لم يدخلها ابتداء، وأنه يكون آمنا يوم الفزع الأكبر، وأنه لن يتعرض كذلك لعذاب القبر. أن كل هذه تبعات لموضوع العتق، العتق من النار. وبالتالي العتق من النار هي ميزة ميز الله سبحانه، أو فضيلة يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وقام رمضان إيمانا واحتسابا، وهو أفضل الدرجات. يعني ليس كل من صام سيكون من العتقاء، صحيح، لأن الأمر يحتاج إلى الصوم الذي يجمع ما بين صوم الظاهر كما يقولون وصوم الباطن. الصوم الذي يكون فيه الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، والصوم الذي يكون فيه الامتناع عن قول الزور، والصوم الذي يكون فيه الامتناع عن النميمة والغيبة، والصوم الذي يكون فيه الامتناع عن كثير من شهوات النفس البشرية. فهذا الصوم الذي يبلغ بصاحبه هذه الدرجة يجعل أو يؤهل صاحبه أن يكون من العتقاء. ومسألة العتقاء كذلك ترتبط بعلم الله عز وجل، يعني ليست يعني مثلا لما جعل الله سبحانه وتعالى لأهل بدر وقال لهم افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، فهؤلاء أعتقهم سلفا، يعني هو عتق مسبق بأنهم لن يدخلون لن يدخلون. لكن في علم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين اختصهم الله بهذه المعركة في بدر لا يمكن أن يعودوا مرة أخرى إلى الذنوب إلى المعاصي، بل هذه الميزة نفسها ستجعلهم يسابقون أكثر. فهذه لها علاقة أيضا بعلم الله تبارك وتعالى في أن هؤلاء في علمه جل جلاله لا يمكن أن يعودون. كذلك من يعتقهم الله سبحانه وتعالى من النار ويستحقون هذه الصفة ستلازمهم عملية الهداية والتقوى باستمرار، ستلازمهم في حياتهم ولن ينتكسوا مرة أخرى، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. وأيضا شيخنا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في أول ليلة من رمضان تصفد الشياطين والمردة. كيف يكون التصفيد؟ ومن جهة أخرى أو من جانب آخر نرى كثيرا من أصيب بالسحر أو المس يتعبون في رمضان وتكون أمورهم صعبة، فكيف ممكن أن نوفق ما بين الحديث وما بين الواقع؟ لعل هذا من الأحاديث حقيقة التي وقف عندها العلماء كثيرا حول حقيقة هذا التصفيد ومدى هذا التصفيد ومن يشمل كذلك هذا التصفيد، يعني لاعتبارات كثيرة جدا. جزء منها ما ذكرت إنه والله الشياطين أو الناس يقعون في المعاصي في الذنوب في كذا. الأمر الثاني في قضية أهم بكثير، وهي أن الشيطان مثلا بشهادة القرآن الكريم ظهر يوم أو كان له فعل مؤثر في المشركين يوم بدر. صحيح. زين لهم وقال إني معكم وأغراهم، فلما تراءت الفئتان أو التقى الجمعان قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. الشاهد هنا أنه ثبت أنه رؤيا أو أنه كان له تأثير، وتثبت الروايات بأنه كمان كان يتمظهر في صورة شيخ أو صحيح. فكل ذلك جعل العلماء منهم من يقول والله المقصود هنا ليس تصفيدا حقيقيا ماديا، ولكنه ربما يكون تصفيدا مجازيا، بمعنى أن فاعلية الشيطان وفاعلية إبليس تقل في شهر رمضان نظرا لعوامل الخير في الإنسان. صحيح. هذا جانب. لكن كثير من العلماء حمل هذا الحديث على ظاهره أنه والله يحصل لهذه الشياطين تصفيد، يحصل لها تصفيد بالسلاسل. الحديث يثبت أنها تصفد يعني كأنما تقيد بالسلاسل، لكن على القول بأنها تقيد بالسلاسل تقييدا حقيقيا هنا أيضا اختلف العلماء. علماء أهل السنة. أقصد أنه الذين يسلسلون جايها فئات كثيرة، يعني هذا التصفيد نفسه اختلفوا حوله. هل والله كل الشياطين تصفد، أم أن هنالك فئة منها
تصفى. منهم من قال والله ليس الجميع، أن الأحاديث تشير إلى المردة، كبار الجن، كبار وعمالقة عمالقة الجن والشياطين، أو لا يصفدون. يبقى بقية الجن والشياطين الصغار موجودين. توابع. وموجود فئة أخرى أيضا شياطين الإنس موجودة، هذه لها لم تصفد. نحن الناس على كل شياطين الجن مطلقة، هذه يجب أن نستصحبها. لكن الذين يصفدون حسب ظاهر الحديث هم مردة مردة الجن ومردة الشياطين. ثم هنالك أيضا مع التصفيد منهم من قال والله هذا التصفيد فقط في التأثير على المؤمنين الصائمين، بل منهم من خص الصائمين على ما ذكرنا من صامه على أحسن وجه. فاعتبروا بعضهم إن والله التصفيد لا يشمل الكافرين بدليل ظهور الشيطان يوم بدر، فكان تأثيره على الطرف الكافر ولم يكن تأثيره على الطرف المسلم. وبالتالي هذه منهم من ذهب إلى قضية التصفيد بأن والله لها علاقة بالشياطين المكلفة باستراق السمع. كل هذه الأقوال على كل موجودة كأقوال لأهل العلم، لكن في كل الأحوال سواء كان تصفيدا حقيقيا أو كان تصفيدا ماديا، السؤال الذي يعني رميت إليه، هل والله هذا يجعل إنه خلاص ما في أي تأثير لهم؟ لا، يكون لهم تأثير، لأن المصفد مكبل اليدين والرجلين، لكن العقل شغال والتوجيهات شغالة واللسان شغال، فيمكن على كل أن يكون له تأثير من غير عملية ما يتطلب فيه الحركة. ما يتطلب فيه الحركة صح يقل ويخف. النقطة الثانية ذكرنا بأنه والله الصغار موجودين. النقطة الثالثة النفس الأمارة بالسوء كعامل من عوامل التأثير موجودة. كل هذه يجب أن نستصحبها ونحن نتصور حالة التصفيد، بحيث لا يفهم بأن والله لا تأثير أو ليس هنالك نوع من التأثير للشياطين في هذا الشهر. هنالك قلة في الحركة، هنالك قلة في التأثير، هنالك واضحة ما تحتاج إلى أدلة. يعني الآن البراهين المادية واضح أنه في رمضان تجد أن عوامل الخير تزداد وعوامل الشر تقل في كثير من البشر خاصة من أهل الإسلام. فهذا من ناحية عملية واضح. لكن أيضا كيف يظهر باقي الأشياء، باقي المعاصي، باقي الذنوب؟ قد تكون نفس الأمارة بالسوء، قد يكون شياطين الإنس، قد يكون العادات والتقاليد القبيحة التي استقرت في النفوس. كل هذه تجعل كثير من الظواهر أيضا موجودة في المجتمعات. بارك الله فيك شيخنا. في دول كثيرة يكون الصيام ما يقارب من 16 إلى 18، وفي دول إلى 19 ساعة، ومن جهة أخرى مشقات الحياة والعمل والعائلة. كيف ممكن أن نوفق ما بين المشقة وما بين أن يكون الصيام يعني مريحا وهين لهم؟ وعلى كل هذه طبعا موجودة في بشكل عام التفاوت موجود، حتى في المناطق المتقاربة هنالك تفاوت موجود، لكن يقل هذا التفاوت ويزداد بحسب الاقتراب من القطب الشمالي مثلا. كلما اقترب الإنسان من الاتجاه الشمالي كلما باعتبار فيها رقعة بشرية كبيرة موجودة، خاصة في بلدان الدول الاسكندنافية وغيرها. يعني يصل أحيانا إنه والله النهار يبلغ 23 ساعة، بل أحيانا يصل 23 ساعة ونصف. يعني فالمسألة فيها فعلا إشكال. لكن على كلنا الذي عليه العمل الآن وعليه الفتاوى، ما دام هنالك مساحة لليل أو النهار، يعني ليس أمرا متصلا بحيث والله 6 شهور ليل و6 شهور نهار، لا، في داخل رمضان في ولو ساعة ولو نصف ساعة يكون فيها ليل، فإن الإنسان عليه أن يصوم، الإنسان عليه أن يصوم. ومعظم الأقوال التي فيها معالجات أنك والله تصوم مع أقرب بلا هذه كلها ليست عليها على كل الآن الفتاوى المعتبرة من المجامع الفقهية يعني. فالصحيح أنهم يصومون، ولكن إذا وجد الشخص في نفسه تعبا وأرقا وربما لا يستطيع الاستمرار، فإنه يأكل ويشرب بما يقويه ثم يواصل، ويظل هذا اليوم يوم إفطار ولكن لا يواصل فيه إلى النهاية، فيقضي هذا اليوم في فترة ربما تكون أفضل في خلال العام، يعني لأنه ليست الحالات كلها تقريبا 23 ساعة يعني. صحيح. نعم. بارك الله فيك شيخ. من جهة أخرى شيخنا، الإغماء أو بعض الحالات النفسية التي ممكن أن يخرج الإنسان عن وعيه ويكون أقرب للجنون أحيانا،
وكان صائما فهل صيامه صحيح؟ في حلقاتنا السابقة تكلمنا عن موضوع الجنون، طبعا أنه المجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق. لكن حالة الإغماء هي ليست حالة جنون، هي حالة طارئة تمر على الإنسان بأسباب مختلفة، قد يكون بالسكر، قد يكون بالضغط، المهم أشياء معينة بتجعل الإنسان، قد يكون بالصرع. فهنا موضوع الإغماء له حالتان، وفي كل منهما على كل خلافات فقهية موجودة يعني. لكن لو حصل أن الشخص أغمي عليه قبل الفجر ولكنه كان نوى الصيام، ثم دخل في الغيبوبة أو في الإغماء قبل الفجر، ثم واصل في غيبوبته حتى أذن عليه المغرب، أذن عليه المغرب. هنا على كل الشافعية وغيرهم كذلك قالوا بأن والله هذا الشخص الذي يوم كامل هو صح نوى، لكنه يوم كامل في حالة إغماء، قالوا هذا لا يعد صيامه وعليه إيه؟ قضاء. عليه القضاء. قالوا لهم كيف والله ما عليه، ما يعتبروا شخص نايم. فحاولوا يستدلوا على كل بالحديث: ترك أكله وشربه من أجلي، يترك صيامه، يترك طعامه وشهوته من أجلي. فيقول هذا قضية الأكل والشرب ما الإرادة فيها غير موجودة. لكن الصحيح الذي نقول به والله أعلم أن الإنسان لا نوجب عليه القضاء، ولكن إن قضى احتياطا خروجا من الخلاف فهو جيد يعني. دي الحالة بتاعت الغيبوبة الكاملة. إذا استطاع الإنسان يقضي فهو الأحوط والأفضل له خروجا من خلافا، لأن المالكية مثلا يرون ما في إشكال ما دام نوى ثم دخل في الغيبوبة، لا أكل ولا شرب، النية متحققة والامتناع عن الأكل والشرب حاصل، مثل شخص نام وفاتت عليه زي ما يقولوا اليوم كله مثلا. فهذا على كل الرأي الذي الواحد يميل إليه. النوع الثاني وهذا ربما ما في إشكال، هو شخص نوى الصيام ثم دخل في الغيبوبة ولكن أفاق ولو للحظة في النهار، أفاق للحظات 5 دقائق ثم عاد مرة أخرى إلى غيبوبته إلى المغرب. فهذه الإفاقة التي أفاقها يقولوا خلاص هذا أفاق شيء من النهار أو جزء من النهار، فلا حرج عليه ولا قضاء عليه. يعني الخلاف في الذي امتدت غيبوبته نهارا كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبالتالي الحالة الثانية ما فيها إن شاء الله قضاء. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ثم قال الله جل وعلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن يقصد المنافقين؟ الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب،
بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الشاعر: يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. فالقرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، أنزله ليكون لنا نورا ينير طريقنا وسراجا يرشد ضالنا. والقرآن الكريم مقياس للمؤمنين وهو هدى للمتقين، لذا وجب علينا مدارسته والغوص في أعماقه والتفكر في معجزاته، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء ودعاتنا الفضلاء يوميا طوال الشهر الفضيل، في برنامج هدى للناس على شبكة قناة سلام الفضائية، فكونوا معنا. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. نجدد ترحيب بكم شيخنا وحياكم الله. شيخنا، وصلنا إلى سؤال مهم شيخنا. إذا طهرت الحائض في نهاية رمضان فهل عليها الإمساك أو أن يومها قد انقضى؟ بالنسبة للإمساك في نهار رمضان للمسافر ولمن بلغ في نهار رمضان البلوغ المفاجئ طبعا، ولمن كانت حائضا ثم طهرت أو نفسها وانقطع دمها، كل هؤلاء تقريبا الحكم الذي يسري عليهم هو واحد. يعني من العلماء من ذهب إلى وجوب الإمساك، وهم الأحناف، ذهبوا إلى أن الإمساك واجب وعلى الإنسان أن يراعي حرمة رمضان. لكن الصحيح والله أعلم أن الإنسان يراعي الحرمة استحبابا، يراعي حرمة رمضان استحبابا. فإذا كان والله امرأة طهرت منتصف النهار فتمسك باقي اليوم، ولكن هذا اليوم طبعا يبقى في النهاية يوم يقضى وليس من الأيام التي حتى لو واصلت، يعني إن شاء الله أقول من الساعة 8 صباحا أمسكت رعاية لحرمة نهار رمضان. لكن لا نستطيع أن نوجب على المسافر أو على المرأة التي كانت حائض أو الصبي الذي يعني بلغ بعد طلوع الفجر. كل هؤلاء من الصعب أن نوجب عليهم، لأن الوجوب يبتدئ أصلا من الليل، يفترض أن يعقدوا نية من الليل، وهم صحيح. لم يكن ذلك متاحا لهم، وبالتالي على كل يستحب لهم الإمساك رعاية للحرمة، حرمة النهار، لكن لا نستطيع أن نوجب عليهم ذلك. في السؤال التالي شيخنا، التردد في الصيام
من باب أنه هل أصوم ما أصوم، وأتى وقت الصيام يعني جاء وقت الإمساك وأمسك، فهل صيامه جائز؟ موضوع التردد في النية تحديدا، لأنه موضوع الإمساك له علاقة بنية الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. لكن هنا موضوع التردد طبعا يراعى في حالتين. الحالة الأولى هل كان تردده قبل الفجر، يعني ابتداء، يعني عند ابتداء عقد النية، أم كان تردده بعد أن عقد النية؟ يعني ممكن شخص يتردد ابتداء وشخص آخر يتردد بعد في النهار، فيتردد والله يا أخي هل أقطع ما أقطع، لو حصل كذا أقطع لو ما حصل، وهكذا يظل هذا الشعور. فبالنسبة للحالة الأولى الذي يتردد إلى أن طلع عليه الفجر لا صيام له، لم ينعقد صومه أصلا، لأنه ما في نية. لا بد أن ينوي النية قبل ولو بدقيقة واحدة، استطاع أن يلحق ويعزم النية وينوي، خلاص دخل إن شاء الله في نوى بليل. لكن النوع الثاني هو أن يتردد بعد عقده للنية، فهنا نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل أن هذا التردد لا يؤثر في نيته إلا أن يعزم أنه خلاص سيفطر أو سيقطع صومه. إذا عزم خلاص بطل أيضا صومه ويلحق بالأول. بارك الله فيك شيخنا كيف يفطر من لم يجد شيئا يأكله أو يكسر صيامه مع المغرب؟ هذا طبعا يفطر حكما بالنية؟ الفطور الحكم، لا هو سلفا مجرد ما غربت الشمس سواء أصلا أكلت أو ما أكلت انتهى الصوم. يعني حكما أنت أفطرت، حتى لو أخذت دقيقتين 3 احتياطا كما يفعل البعض أنت مفطر عمليا، لأن الصيام مرتبط بإيه؟ بالوقت. يرتبط بالوقت. لكن يمكن للإنسان أن يقطع أو ينهي صومه بالنية، يعزم على الإفطار، ثم إذا وجد بعد ذلك في أقرب مكان شرب أو أكل يفطر بعد ذلك. لكن هو الإفطار حاصل له حكما بمجرد أن دخل وقت المغرب. بارك الله فيك شيخنا مع اختلاف الدول المسلمة وبعدها وقربها من بعض، ممكن يكون هنا يوم أول صيام وفي دولة أخرى يكون لا. ففي حال أنه صام اليوم الأول في بلده وفي الليل سافر للبلد الثاني وكان يوم أول، فعلى من يعني على أي مكان يكمل صيامه؟ على البلد الأول أم على البلد الثاني الذي ذهب إليه؟ نعم، هي طبعا تحصل هذه المسائل كثيرا. يعني شخص مثلا يمسك في المملكة العربية السعودية ثم يسافر إلى المغرب ويجد المغاربة فاطرين متأخرين، يجدهم فاطرين مثلا، أو يكون البداية اليوم الثاني، وبل أحيانا يكون اليوم الثالث. هنا في هذه الحالة عليه أن يكون إفطاره مع أهل البلد الذي هو فيه رعاية للرؤية، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فهو مع الناس، هو يكون مع الناس، مع البلد الذي ذهب إليه. لكن هنا تحصل حالة، إذا كان والله أنت أكملت 29 يوم وهم مثلا دخلوا في 30 مثلا، أو لا، هي غالبا إذا أنت سبقتهم بصيام هتكون زيادة، سيكون هم زيادة، أنت دخلت في 31 يوم. أيوه. ما فيها إشكال دي، لأنه ستصوم برؤيتهم، ستفطر برؤيتهم، ستفطر برؤيتهم. لكن طيب أحيانا أنت تكون صيامك أقل، يعني هم قد يكونوا سابقينك. يعني هم قد يكون سابقينك. يعني مثلا شخص تحرك من المغرب وكان في يوم 28 29 في مكة، صحيح، وأهل مكة سابقين، فهو مثلا يوم 28 والمملكة العربية السعودية يوم 29. هنا حيكون عنده عنده يوم. هنا يفطر معهم للرؤية ويقضي بعد ذلك اليوم الذي فاته. مهم جدا النقطة. يفطر معهم، لكن بالنسبة للاستمرار يستمر معهم رعاية للرؤية حتى لو زاد. لكن لا يمكن أن يكون رمضان أقل من 29 يوم. المشكلة في النقصان مو في الزيادة. أيوة، المشكلة في النقصان. فالنقصان
يكون بالقضاء، يعني أنت تتم شهرك بصيام يوم أو يومين بحسب على كل ما فاتك. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، من أخر القضاء إلى أن أتى رمضان الذي بعده ولم يقضي ما فاته، نعم، ما الفعل في ذلك؟ الجمهور على أن من انتظر رمضان دون عذر، لأنه أحيانا يكون والله شخص يؤخر القضاء لاستمرار المرض، استمرار السفر، عنده أعذار كثيرة، مثلا لم يستطع أن يكمل أو يعني يقضي ما فاته من رمضان السابق حتى دخل عليه رمضان الحالي. واضح؟ طيب دخل عليه رمضان الحالي دون عذر، إذا كان بعذر ما في إشكال، عليه القضاء فقط. إذا كان بعذر عليه القضاء فقط. لكن هذا الذي فاته تقصيرا منه، هل والله نكتفي فيه بالقضاء أم لا بد من شيء زائد على ذلك؟ الجمهور على أن هذا الذي فوت القضاء دون عذر أوجب عليه مع القضاء الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم. طعام مسكين عن كل يوم. وهذه طبعا جعلوها متوالية، حتى لو إنه والله جات السنة الجاية ورمضان نفسه فات عليك وما قدرت تقضي وهكذا تكمل، يظل القضاء موجود والفدية تتكرر هكذا. لكن موضوع الفدية حقيقة قد يكون الدليل عليه المطالبة به قد لا تكون يعني قوية، وبالتالي الواجب عليه ابتداء هو موضوع القضاء، على الإنسان أن يقضي، لكن قد يأثم لتقصيره كذا. لكن مسألة أن توجب عليه أمرا بلا دليل قد يكون فيه إشكال، مع أن قول الجمهور يبقى في النهاية له اعتباره وتقديره. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، الجانب المتعلق بالدماء في رمضان من باب الحجامة مثلا أو التبرع بالدم، أو إنه جرح نزف دم كثير، متى ممكن أن يكون الدم هذا مفسد للصيام؟ طيب موضوع الدماء هنالك دم متفق عليه أنه مفسد للصيام ويعني يتوقف صاحبه عن الاستمرار في الصيام، اللي هو دم الحيض ودم النفاس. هذا طبعا ما فيه إشكال. يعني المرأة التي تلد في نهار رمضان تتوقف عن الصيام، المرأة التي تحيض أثناء رمضان أثناء النهار تتوقف عن الصيام. هذا النوع من الدماء ما فيه خلاف، فهي تتوقف. لكن يبقى الخلاف بعد ذلك عن بقية الدماء التي تنزف من الإنسان. معظم الدماء التي تخرج لأي سبب من الأسباب ما عدا الحجامة ليست مبطلة ولا يفسد معها الصوم. كل أنواع الدماء ما يعني نفرق هنا بين الصلاة والصيام. الخلاف في الحجامة، والخلاف حقيقة خلاف قوي بين الحنابلة والجمهور. الحنابلة ومعهم بعض الفقهاء والمحدثين أخذوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الجمهور أخذوا بحديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم محرما واحتجم صائما. فلما راعوا مسألة الأدلة هنا لوحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال التي نقلها عنه أنس بن مالك ونقلها عنه عبد الله بن عباس متأخرة، فقالوا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الاحتجام في فترات متقدمة ثم رخص بعد ذلك في الاحتجام ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم أيضا حاول أن يقول والله كل النصوص هذه، نصوص المنع ونصوص الإباحة، كلها تدل على أن المسألة هي لتقوية الإنسان ورعاية أحواله، وليست لها علاقة بقضية فساد الصوم من عدمه. يعني فقط النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يراعي حالة الإنسان. لكن طبعا ما تساعدنا الألفاظ، يعني لما يقول النبي أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحتجم، هذا حكم ما نستطيع نقول والله هي رعاية. لكن القول بالنسخ ربما هو القول الأقرب للصواب في هذه المسألة، وخاصة أنس بن مالك من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني ملازم له. عبد الله بن عباس معظم ما ينقله كان في فترات أيضا متأخرة. فأنس بن مالك مثلا سئل بأنه والله هل كنتم تكرهون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة؟ قال إلا للضعفة أو إلا خوف الضعف، يعني من يخشى على نفسه الضعف في نهار رمضان يجتنب الحجامة. لكن الصحيح هو قول الجمهور بأن موضوع الحجامة ليست من المفطرات، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا.
شيخنا أحيانا يكون عند النساء حيض متقطع، يعني مثلا يوم لا يوم إي ويوم لا، أو يومين ويومين، تأثير ذلك على الصيام. نعم. هنا الحيض المتقطع الخلاف فيه عندما يكون هنالك تقطع بظهور علامة الطهر، هنا يأتي الخلاف. يعني امرأة جاءها الحيض واستمر معها 24 ساعة ثم ظهرت علامة الطهر، علامة الطهر المعروفة، ثم ظنت أنها طهرت، في اليوم اللي بعده أيضا أتاها الحيض، ثم أخذ يوم أو يومين ظهرت عندها أيضا علامة طهر. لاحظت؟ فهنا وهل على كل المسألة هذه واردة أو ممكن؟ نعم، يقولون موجودة. يعني بعض النساء يمكن أن يحصل عليها هذا الموضوع في فترات معينة، يعني لن تكون في الفترات الأولى مثلا منتظمة. بعد فترة المرأة تصل حالة انتظام وتعرف أنه حيضتها مثلا تستمر 5 أيام 6 أيام، فتكون بعد ده معلومة عارفة نفسها. هذه الحالات اللي ذكرناها التي يظهر فيها علامة الطهر، الخلاف فيها بين الأئمة الأربعة زي ما يقول 2-2. يعني الإمام الشافعي وأبو حنيفة يرون بأن هذه يعني تحسب 15 يوم، تحسب 15 يوما إلى 15 يوم يعتبروها هذا حيض، فما تعتبر الطهر الذي ظهر طهرا حقيقيا، لأنه أقصى مدة للحيض 15، ما زاد عن 15 يوم يعتبروه دم استحاضة، فهي حالة مرض، بعد ده خلاص تواصل صومها وصلاتها وكذا. لكن إلى 15 يرون أنه هذا كله فترة حيض، فترة حيضها. الإمام مالك والإمام أحمد هذول يقول لا، ما دام أنه ظهر الطهر تكون عليها أن تراعي الطهر، ظهر الحيض تلتزم بالحيض بالأصل. فهذول يسموه مذهب التلفيق. هذول مذهب تلفيق. مذهب التلفيق. مذهب التلفيق يرى أنه والله يوم نزول الدم لا تصلي ولا تصوم، يوم الطهر تصوم وتصلي يوم. يبقى السؤال والله يا أخي نحن بأيهما نعمل؟ أنا صعب أن أرجح في هذه المسألة، لأن ما في دليل قوي على هذا أو ذاك، فيبقى في النهاية الإنسان على كل يفضل إذا كان والله ممن يلتزمون مذهبا مثلا المذهب المالكي والحنبلي يذهب إلى مذهب التلفيق بقولهم، وهذا الأفضل. يعني بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين.